اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا صباح الخير والتفاؤل والرضا والبركة، او مساء الخير على حسب الوقت اللي انتوا بتتفرجوا فيه على الفيديو. النهارده هنقدم مع بعض ميزانية جامدة جدا، بس لو اول مرة تشوفوا قناتي نوروني بالاشتراك في القناة. الميزانية انا بكتبها بناء على تعليقات الناس. كل بيت يا جماعة ربنا ادرى بظروفه، وفي بيوت ماشية بال2000 وفي بيوت ماشية بال3 وفي بيوت ماشية بال10 ومش عارفة تكفي وتوفي. طبعا احنا بيوتنا ماشية بالستر وبالرضا، احنا مش عارفين ما بين لحظة والتانية ممكن يحصل ايه. النهاردة هنعمل مع بعض ميزانية اللهم صل على النبي 1200 جنيه بناء على تعليق احد المتابعين او المتابعات. تمام. طب ال1200 جنيه الناس اللي بتكتب بقى تعليقات رخمة، هي في بيوت ماشية بال1200؟ والله في بيوت ماشية بالرضا وماشية ببركة ربنا كده، ماشية بالبركة حتى مش بتحسبها بالورقة والقلم. في بيوت ماشية بال1200، لا اما مثلا مطلقة، تمام، أرملة، جوزها مريض، مثلا ربنا يشفي كل مريض يا رب العالمين. في ناس برضو بيجروا على موضوع الحمل، ربنا يرزق كل مشتاق. متعرفش البيوت فيها ايه، لا اما ظروفها صعبة، تمام، ودخلها قليل، لا اما ممكن يكون دخلها 5000 جنيه وعليها اقساط، بتجوز بنت، تمام، بتبني لابنها، ابنها في كلية طب او تمريض او في اي كلية كبيرة، او مثلا بتعملوا مشروع. متعرفش البيوت فيها ايه. ففي ناس ممكن يكون دخلها كويس بس بتعمل حاجة كبيرة لاولادها، اللي عايز يجوز بقى، اللي عايز يصرف على ثانوية عامة ومصاريف دروس. طبعا انت ساعتها هتقول تعليم ابني اهم، تمام، يعني مصاريف الثانويه العامه هي مش كل يوم هيخش ثانويه عامه، لا انا هصرف له ومش هقصر معاه وهشجعه عشان يعدي المرحله دي. يا رب يكبر بخاطر كل طالب في الثانويه العامه، ربنا يكبر بخاطره، وكل ام يا رب العالمين ربنا يكبر بخاطرها. انا ابني لسه في اولى اعدادي، يوم ما رحت جبت النتيجه بتاعته بطني وجعتني، والله العظيم اولى اعدادي، ومتتخيلوش ايه اللي حصل لي. والواد وشه اصفر واحمر. امال الثانويه العامه بيعملوا ايه؟ ربنا يكون يا رب في عون كل طالب، وربنا يقوي كل طالب ويكبر بخاطر كل ام وكل اب شقيان على اولاده. فانتوا ما تعرفوش يا جماعه البيوت فيها ايه. البيوت اسرار ومقفوله بالستر، والله العظيم كل بيت عليه جواه حكايه. يعني انت ممكن لما تروح تشتكي لجارك، جارك يكون عنده حكايه اقوى منك بس مش راضي يشتكي. تعالوا نخش في الميزانيه. ولو اول مره تشوفوا القناه تعملوا ايه؟ نكتب دعوه حلوه كده في التعليقات ليا، واشتركوا في القناه عشان ان شاء الله اقدر اقدم لكم كل جديد وتشجعوني. ال1200 جنيه هيكفيكي طول الشهر، هيكفي بايه؟ بالرضا وبالستر وبالبركه، وانت نفسك راضيه كده والله هيكفي. تمام. هتتنططي بقى وتتنمرضي وتبقى نفسك مش قنوعه، والله ما هتعمل اي حاجه الميزانيه دي. تمام. اهم حاجه يا جماعه الرضا، ان انت راضيه واقفه جنب شريك حياتك، عندك هدف عايزه تعمليه، ان شاء الله ربنا هيقويكي. 1200 جنيه الاول هنطلع حاجه الفطار. انا في اللهم صل على النبي عملت ال1200 جنيه مرة بالأسبوع، ومرة دي هعملها لك بالشهر. لقيت إن بالشهرية أحسن وأكتر. عايزة تقسمي ال1200 جنيه كل أسبوع 300 وتمشي كل أسبوع ماشي، بس أنا لقيت بالشهر أحسن. هنجيب حاجة الفطار كلها مرة واحدة، تمام. ومش معنى إن أنت تنزلي تجيبي حاجتك مرة واحدة إن أنت بقى إيه أول أسبوع تعملي الفراخ واللحمة والحاجات اللي إحنا كاتبينها مثلا في البروتين. لأ، أنت تظبطي نفسك. الأسبوع دوت عشان الميزانية ضعيفة شوية، هعمل مرة مثلا أكلة هياكل، وتاني يوم هيتبقى معايا شوربة، أعمل حبة رز وحبة طبيخ كده، أنا وفرت يومين. هعمل مثلا أكلة لحمة مفرومة، تاني يوم هعمل مثلا رز بعدس، تالت يوم هعمل بطاطس. فانت ما عندكيش أكلة بروتين في الأسبوع كله غير أكلة واحدة عشان الميزانية طالبة كده. هنجيب حاجة الفطار الأول. هنجيب الأول ب50 جنيه فول، ده كيلو فول هنجيبه من عند العطار، نصه مدمس، نص كيلو فول مدمس ب25، ونص كيلو فول مدشوش ب25. هنجيب الفول مدمس هندمسه، هيعمل معانا بتاع 10 اكياس. الكيس ما شاء الله ب10 جنيه يعتبر، لو قسمتيه كيس كبير هيكفيكي يومين، يعني الفول ده هيكفيكي 20 يوم. طبعا انت مش كل يوم هتفطري فول. وهنجيب برضو فول مدمس وب3 جنيه خضرة، وهنعمل فول مدشوش، وهنعمل عجينة الطعمية في البيت. انا اليوم اللي هفطر فيه فول، تاني يوم هفطر جبنة قريش، تالت يوم هفطر بطاطس. فانا كده مظبطة نفسي، يعني انا بفطر في الاسبوع مثلا يومين فول، انا ماليش تقلي على الفول. يبقى انا هجيب فول مدمس وفول مدشوش وهظبطهم في البيت، واعمل الطعميه والفول في البيت. هجيب 2 كيلو جبنه قريش، تمام. عايزه تجيبي كيلو واحد براحتك، عايزه تجيبي كيلو جبنه قريش وعلبه جبنه اللي هي مثلا عبولاندا او اي حاجه، بس جبنه القريش فيها بركه كده، وممكن حته واحده كده على حبه مش، وتفطري بيهم او تتعشي بيهم او تتغدي بيهم، هينفعوكي يعني. هنجيب كمان ب50 جنيه بطاطس للشهر كله.
البطاطس دلوقتي لو نزلت سوق التلات هتعمل حد قريب كيلو ونص ب10. لو انت مش هتنزلي سوق التلات هتجيبي كيلو او 10 جنيه او ب8 جنيه، انت وشطارتك. فهتجيبي بتاع مثلا 7 كيلو بطاطس او 8 كيلو بطاطس لو جبتي كيلو ونص ب10. فدي حاجة الفطار بتاعة الشهر كله. اجيب الفول ادمسه، اجيب الطعمية اعملها، اجيب 2 كيلو جبنة قريش، يبقى يوم افطر فول، يوم افطر جبنة قريش، يوم افطر بطاطس، ماشية كده ماشية بالبركة. وانت طبعا عندك تموين فردين وعندك العيش على حسب بقى، انا معرفش عدد الاسرة كام. عندنا بعد كده نخش على البقالة. هنجيب 5 كيلو رز، يعني انت هتعملي كيلو رز في الاسبوع. كيلو رز ازاي؟ يعني انا الطبخة هعمل جنبها نص كيلو رز. نص كيلو رز بيكفي 4 افراد. نص كيلو رز بيكفي 4 افراد. يعني انا لو عملت النهارده حبة هياكل جنبيها نص كيلو رز، تاني يوم هعمل نص كيلو رز التاني مثلا، تالت يوم هعمل مكرونة مثلا محمرة، رابع يوم هعمل بطاطس، خامس يوم هعمل مكرونه بصلصه. يبقى كده انا خدت كيلو مكرونه في الاسبوع وخدت كيلو بطاطس في الاسبوع، كيلو رز في الاسبوع. هنجيب كمان ربع كيلو عدس اصفر هقسمه على اكلتين. وكان في برضو كومنت جالي، يعني انت هتعملي الاكله بتمن كيلو عدس. تمن كيلو عدس. انا الاول كنت بعمل الاكله والله العظيم بربع كيلو عدس، قلت اجرب اعمل بالتمن، والله لقيت ما فيش فرق، واقسم بالله عزة جلاله الله لقيت ما فيش فرق. زي احنا دلوقتي كنا الاول بنعمل صينيه المكرونه بشاميل بنص كيلو لحمه مفرومه، كل الناس معايا في الحوار ده. كنا بنعمل صينيه مكرونه بشاميل بنص كيلو لحمه مفرومه، دلوقتي بقينا نعملها بايه؟ بربع كيلو لحمه مفرومه. في فرق؟ بذمتكم في فرق؟ يعني ده نص كيلو، ده دي بتعمل ربع كيلو بقى يعمل صينيه وان شاء الله وربنا بيبارك فيها. امال احنا كنا بنعمل بنص ازاي؟ سبحان الله. فانت هتعملي لو هتعملي رز بعدس 8 كيلو عدس اصفر بس، وشيلي التمن التاني للاسبوع اللي بعده. هتعملي كشري 8 كيلو عدس اسود بس، فانا كاتبالك الشهر كله. يعني هتستخدمي مثلا ربع كيلو عدس اصفر، ربع كيلو عدس اسود، هتقسميه على مرتين، يعني دول هيعملولك 4 اكلات. يبقى النص كيلو على بعضه ب25 جنيه مثلا. هتجيبي ب12 جنيه ربع كيلو العدس ب50، فربع ب12 ونص وربع ب12 ونص. هتجيبي ربع كيلو فاصوليا، الفاصوليا ب15 الربع كيلو، وربع كيلو لوبيا برضو ب25. برضو هتجيبيهم تسلقيهم وتقسمي كل ربع على اكلتين وتطبخي عليه. ربنا هيبارك لما تقولي بسم الله الرحمن الرحيم. زي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان عنده قبل كده قدر فيها لبن، ودخل 40 من الصحابة عشان يشربوا من اللبن ده، كل واحد كان بيسمي بسم الله. لما الصحابة مشيوا دخلت السيدة عائشة فقالت له في لبن، قال لها خش اشربي برضو من اللبن. لقت اللبن ما شاء الله زي ما هو، مع ان 40 واحد شرب منه، بس بالبركة ربنا والله العظيم البركة بتبقى موجودة في بيوتنا. تمام. يعني انت ممكن تطبخي في يوم حبة رز وحبة ملوخية، وعلى اخر اليوم يتبقى حبة رز ابنك ياكل منهم. تاني يوم ممكن حبة الشوربة تطبخي عليهم تاني، فربنا بيبارك. صينية بطاطس كده نحمرها نفطر منها، حتة جبنة قريش عليها طماطمية نفطر منها. يعني الاكل يا جماعة مبقناش احنا في الزمن اللي احنا فيه دوت كل همنا الاكل والشرب، بقى في حاجات اهم من الاكل والشرب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. 30 جنيه بقى هنقسمها ملح ب5، ملح ب5، شطة ب5، ب10 فلفل. في حاجات ينفع تشتريها ب5 جنيه وفي حاجات لأ. 5 كمون ب5 كزبرة. هو الفلفل الغالي قوي والكمون كمان بقى غالي شوية دلوقتي، بقى سعره ضرب خالص. ربنا يعيننا يا رب ويقوينا. 2 كيلو دقيق بقى، الدقيق ده حلوة بقى، هاتيه واعملي صينية كيكة افطري بيها. تمام. ببيضتين بس. تمام. ب10 جنيه. بدل ما نشتري حاجة حلوة من بره، لا ب10 جنيه اعمل صينية كيكة. اعمل قرص. تمام. اعمل عيش في البيت، اعمل نص كيلو دقيق، هعمل عيش بميه بس، يعني هعجن عيش هعجن نص كيلو دقيق بكيس خميره ب5 جنيه وحبه ميه، وهعمل عيش. اعمل رقاق. هتعملي حاجات كتير قوي بنص كيلو دقيق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده احنا الفطار حسبناه 260. حاجة البقالة او العطارة ب390 جنيه. هيتبقى معاكي كام بقى؟ هيتبقى معايا، يعني احنا عاملين ميزانية 1200، هيتبقى معايا 660. تعالوا بقى نخش على الفراخ. طبعا احنا عشان الميزانية ضعيفة فهناخد ايه؟ مش هنجيب بروتين كتير، ممكن نستبدل. الفول فيه بروتين والله العظيم، البيض فيه بروتين، ممكن نستبدل. هنجيب 2 كيلو فراخ.
تمام الشهر كله. لا براحتك بقى، ممكن تجيبي هياكل، الهياكل الكيلو ب35 على حسب عدد الأسرة، ممكن تجيبي كيلو ونص ويكفيكي يومين في الأسبوع. الأسبوع اللي بعده ممكن تجيبي وراك وتقسميها، الأسبوع اللي بعده ممكن تجيبي نص كيلو بانيه، فأنت عندك ب180 جنيه فراخ ظبطيها للشهر كله. ممكن تجيبي فرخة وتطلعي منها الهياكل وتطلعي منها مثلا الوركين تعمليهم أكلة، والهياكل تعمليهم أكلة، الأكلة بالأجنحة، والبانيه تعمليه أكلتين انت وشطارتك. فهيبقى معاكي 4 أكلات فراخ. وممكن تستبدلي الفراخ بحاجة تانية لو انت عايزة بقى تجيبي بدل الفراخ، ممكن نجيب كمان نص كبدة نعملها نشوحها في يوم. نجيب هياكل، كيلو ونص هياكل. في سجق يا جماعة رخيص وفي سجق غالي، فانت ممكن السجق الرخيص عندي في المنطقة ب100 جنيه، السجق الغالي ب200 جنيه، فانا بقيت اجيب من الرخيص بصراحة يعني ما بحسش ان في فرق قوي يعني. هنجيب لحمة مفرومة، نص كيلو لحمة مفرومة ب130، نص كيلو لحمة مفرومة 500 جرام. انت ممكن تقسميهم على 3 أكلات، أكلة تعملي منها كفتة، أكلة تعملي منها حواوشي، أكلة تعملي منها مكرونة بشاميل. فدي ميزانية البروتين بتاعنا. يبقى هنجيب 2 كيلو فراخ، هنجيب نص كيلو كبدة، نص كيلو ونص هياكل، الهياكل عندي في المنطقة ب35، نص كيلو سجق، كيلو ونص لحمة مفرومة. دي حاجة الشهر كلها. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد. ب40 جنيه هنجيب طماطم بقى على حسب بقى، كيلو ونص ب10، على حسب ب8 جنيه، انت وشطارتك ب10 جنيه. هتجيبيها للشهر كله، هتسبكي مثلا نصها وتشيلي نصها في كيس كده من غير ما تغسليه في التلاجة للسلطة، تاخدي منه واحدة، تاخدي واحدة على للفطار، تاخدي واحدة تعملي بيها سلطة على بصلاية كده. هنجيب ب20 جنيه بصل 3 كيلو، كيلو ونص ب10 برضو. هنجيب ب50 جنيه خضار بقى، خيار، فلفل، بتنجان، اللي يعجبك. هيبقى معانا 90 جنيه في الاخر، هنجيب بيها المنظفات بتاعتنا. طبعا هنغسل في الشهر اكيد. هتجيبي كيس اريال، في كيس اريال انا بجيبه تقريبا اسمه باهي، الكيلو ب45 جنيه بيكفيني غسلتين في الشهر. ده ب45 جنيه، ب5 جنيه كرور، ب5 جنيه زهرة. هتجيب مثلا كيلو بلسم عشان الحموم لشعرك، الكيلو البلسم ب25 جنيه، او شاور كيلو ب25 جنيه. هتظبطي ميزانيتك كده. دي الميزانية بتاعتنا 1200 جنيه. اتمنى تعجبكم وتعجب صاحبتها. ولو اول مرة تشوفوا قناتي يا ريت تنوروني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وده دعوة حلوة لزوجي واولادي بصالح الحال. وهعمل لكم ميزانية اقوى من كده ان شاء الله. اتفرجوا على الفيديو اللي قبل ده هيعجبكم قوي والله العظيم، واتفرجوا الفيديو اللي هينزل بعد ده ان شاء الله هيعجبكم. بحبكم جدا في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.